لو البسبوسه بقى بتفشل معاكي وبتطلع مش مظبوطه ناشفه كده ومش بتتشرب الشربات، تعالي بقى جربي طريقتي في البسبوسه اللي انا معتمداها بقالي سنين كتيره جدا، وفي كل مره بعملها بتطلع احلى من اللي قبلها. هنعمل النهارده البسبوسه بكل تفاصيلها عشان تطلع معاكم مظبوطه من اول مره. بسبوسه ناعمه ومرمله وبتدوب دوبان، وهنعملها كمان بالاكياس الجاهزه. لو حابين الطريقه بدقيق السميد الخام هسيبها لكم في اول تعليق مثبت تحت الفيديو. مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش بقى لايك كتير للفيديو. تعالوا على طول نشوف الطريقة والمقادير. عشان نعمل بقى البسبوسة بتاعتنا هنحتاج كيس بسبوسة وزنه 500 جرام. هعمل معاكم النهاردة بسبوسة ميس كريمة، النوع ده ممتاز جدا وبيطلع البسبوسة حلوة قوي. تقدروا بقى تستخدموا اي نوع بسبوسة تاني، بس اهم حاجة وزنه يكون من 450 ل 500 جرام. هنحط البسبوسة كده في طبق عميق شوية، وهنزود عليها نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة مش مليانة قوي. وهزود كمان معلقتين كبار من جوز الهند الناعم، ومعلقتين كبار سكر، ونقدر نستغنى عن السكر خالص. وهنقلب بقى المكونات الجافة دي مع بعض كويس جدا لحد ما كلها كده تختلط مع بعض. بعد كده هضيف عليهم نص كوباية من السمنة السايحة. السمنة تكون سايحة بس، يعني مش سخنة ولا دافية. نقدر كمان نستبدل السمنة بزبدة سايحة، بس أهم حاجة نسيح الزبدة وبنسيبها لحد ما تبرد خالص. أهم حاجة في البسبوسة كمان عشان هي دي اللي بتديلها الطعم الحلو، نستخدم سمنة يكون نوعها كويس. نقلب بقى السمنة مع دقيق السميد كويس جدا. عايزين دقيق السميد كله يتغلف كويس بالسمنة بالشكل ده، يبقى شكله كده عامل زي الرملة المندية. دلوقتي هنضيف عليهم 3 معالق كبيرة من عسل النحل. ولو مش متوفر عندنا عسل نحل نقدر نستبدله بشربات الحلويات التقيل. هنحط كده 3 معالق كبيرة من شربات الحلويات التقيل، وكمان نقدر نستغنى عنه خالص. هنضيف عسل النحل في المرحلة دي، بنقلب كويس جدا عشان العسل كده يختلط مع باقي المكونات، واهم حاجة ما يكونش له اي اثر خالص. هنبدأ بقى نضيف الحليب. هنحتاج نص كوباية من الحليب. الحليب كمان اللي هنستخدمه هيكون بحرارة الغرفة. وبعد ما بنضيف الحليب هنبدأ بقى نقلب بالراحة جدا، وكمان مش بنقلب كتير، يا دوب بس تقليبتين 3 كده عشان المكونات كلها تختلط مع بعض، وبنوقف تقليب خالص. اهم خطوة بقى في نجاح البسبوسة عشان تطلع مرملة معانا كده وناعمة ودايبة، ما نقلبهاش كتير، يا دوب بس نقلب كده من تحت لفوق بدون عجن نهائي. قوام البسبوسة كمان هيبقى متماسك بالشكل ده. هنجهز بقى صينية مقاس 28 او صينية مقاس 30. هندهنها كويس جدا بمادة دهنية، سمنة او زبدة، وندخلها التلاجة لمدة 5 دقايق كده عشان تعمل طبقة عزل معانا، والبسبوسة تطلع معانا من الصينية بمنتهى السهولة وما تكونش لازقة. نحط بقى خليط البسبوسة في الصينية، وهنبدأ نوزعه بايدينا او بالسباتيولا بالشكل ده. اهم حاجة نسوي سطح البسبوسة عشان يبقى ناعم معانا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هحط على وشها كده شوية مكسرات، وتقدروا طبعا تسيبوها سادة زي ما تحبوا. بالنسبة بقى لآخر خطوة وهي مرحلة التسوية، هندخل البسبوسة فرن سابق التسخين على درجة حرارة 200. هنحطها في الرف الوسطاني والفرن يكون شغال من تحت بس. أول ما جوانب أو حروف البسبوسة تبدأ تاخد معانا لون ذهبي، بنطفي عليها من تحت وبنفتح عليها الشواية عشان تاخد لون ذهبي من فوق. تاخد معانا من 25 ل 30 دقيقة بالظبط في الفرن، وهنلاقيها استوت. هندخل البسبوسة الفرن، وتعالوا نعمل مع بعض شربات البسبوسة. البسبوسة طبعا من الحلويات اللي بتحتاج شربات يكون خفيف وسخن. هنجهز بقى كسرولة او حلة، وهنحط فيها كوباية ونص من السكر، وهنزود عليهم كوبايتين من المية. هنرفع الشربات على النار، واول ما يبدأ في الغليان بنديله عصير نص ليمونة. هنسيبه بقى على نار متوسطة لمدة 10 دقايق كمان. بعد كده بنطفي النار وبنديله نص معلقة صغيرة من الفانيليا او ظرف فانيليا. اول ما نخرج البسبوسه من الفرن وهي لسه سخنه والشربات لسه نازل من على النار حالا، هنسقي البسبوسه بالشربات الخفيف السخن. وزي ما انتوا شايفين طبعا قد ايه البسبوسه بتتشرب الشربات بسرعه جدا. بتاخد بقى كل كميه الشربات اللي احنا عملناها. بعد ما بنسقيها بالشربات هنغطيها بقى بورقه فويل او بصينيه تانية، وهنسيبها متغطيه لمده 5 دقايق. بعد 5 دقايق بنرفع الغطا من عليها عشان بخار الميه ما يطريش وش البسبوسه. هنستنى على البسبوسه لحد ما تبرد خالص وبعدين نقطعها. تطلع معانا بقى في منتهى الجمال. بسبوسة ناعمة وطرية جدا،
ومرملة وبتدوب دوبان. من اسهل واحلى الطرق اللي هتعملوا بيها البسبوسة، وكمان لو اول مرة تعملوها هتطلع معاكم مظبوطة من اول مرة. جربوها بقى بنفس الطريقة كده وبنفس المكونات، وانا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا، وكمان هتحتمدوها عندكم. هسيب لكم كل المكونات مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. ولحد كده فيديو النهاردة خلص، ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وكومنت حلو تحت الفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.